هذا الملك عرش المجد الخالد. من كثر الكلام عنك خلال الفترة الماضية، يقال فيك بأن باسمك يجري بريد العزاء وتجري المراثي على السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. غير سمحوا لي وقبلوا عليا في هذا الفيديو، فريمون مريضه، ولكن قلت ضروري ندير هذا الفيديو. صراحه تعطلت بزاف باش ندير فيديو على المونديال وعلى كاس العالم اللي ما بغيتوش يفوتني هكا بلا ما نهضر عليه، لانه فيه بزاف ما يتقال. من البدايه ديال المونديال للنهايه ديال المونديال كانت احداث كثيره كنظن انا راه ولا الصغير عارفه، ماشي غير الكبير غير الكبير. يعني حتى اللي كيفهم في الكره واللي ما كيفهمش في الكره بحالي انا اللي عمرني ما كنت كنفهم في الكره، وانا اصلا ماشي من محبين الكره كيف ما بزاف ديال الناس. ولكن القضيه فاش كيكون فيها المنتخب المغربي راه كتكون شي حاجه اللي شكل ثاني. صافي القضيه فيها الروح الوطنيه، فيها الانتماء، فيها الدم العروبه، فيها بزاف الحوايج. يعني صافي كتولي انت خصك تفرج وخصك تشجع الشعب ديالك. ولكن هذا المونديال هذا صراحه كان احسن مونديال داز عبر التاريخ. وهاد الهضره راه ما تنقولهاش غير انا، راه تيقولوها معظم ديال المحللين، معظم الصحفيين، معظم الناس اللي عندهم درايه بهاد الامور هذه. لان هاد المونديال هذا تكشفوا فيه بزاف الاوراق. انا غادي نهضر وغادي نبقى نخلي لكم كل مقطع تنقولوا غنخلي لكم بالدليل هنايا، تشوفوا الناس كيفاش تفاعلت سواء مع المونديال، كيفاش كانوا الغرب مساعدين. ما تنهضرش انا على الغرب كحكومه، تنهضر على الغرب كشعب، لان جميع الشعوب بدون باستثناء زعما الحكومات، سواء كانت شعوب عربيه او غربيه، فهم كانوا متضامنين مع الشعب المغربي. يعني الاغلب منهم فرنسا، الشعب الفرنسي كان الاغلب فيهم متضامن مع الشعب المغربي، كلهم كانوا باغيين المغرب هو اللي يدوز. وصراحه احنا واخا ما ديناش الكاس، ولكن عطيناهم درس كبير في الاخلاق، درس كيف ما قالها واحد المعلق صحفي، قال لهم احنا علمناهم الكره ولكن هما علمونا الاخلاق، علمونا داك الدفء العائلي، علمونا، حيت هما الغرب كيفقدوا هاد القضيه هذه، ما عندهمش داك الانتماء العائلي، ما عندهمش داك الحب العائلي، الوسط العائلي ما عندهمش. هما كل واحد كيكبر 18 عام راسي. ولكن حنا في هذا المونديال عطيناهم درس كبير. ميم ان الدنمارك، واحد القناه الدنماركيه، انها تاهمت وعيرات ودارت واحد الشتيمه في حق اللاعبين المغاربه ديالنا اللي كانوا فرحانين وكيفرحوا مع الامهات ديالهم وعنعتاتهم بالقراده. فإلا كنا حنا قراده فوريناكم القروده علاش قادين، القرد راه خلق من مخلوقات الله، ولو كان الانسان ما عندوش العقل فراه لا فرقه بينه وبين القردة. الحمد لله حنا ميزنا الله بالعقل، وحنا بالعقل وبالاخلاق ديالنا وبالاسلام ديالنا وبالدين ديالنا عرفنا كيفاش نكسبوا ونحسبوا ونجروا لينا واحد الحب، واحد الكميه هائله من الحب ديال الجماهير العالميه. صراحه تنشكروهم، والله لا تنشكروهم، لانهم في الفتره ديال المونديال ديال اللي لعبت فرنسا مع المغرب، او لعب المغرب ضد فرنسا، كنشوفوهم صراحه انا في الدخله ديالهم ما عجبونيش نهائيا. حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك، وانا صراحه كنت متخوفه من هذاك الماتش هذا. كنت متخوفه بزاف لدرجه ما كنتش بغيت كاع نتفرج فيه، لان سبحان الله بحال خاطري علمت، لدرجه انا داك الماتش الاول ما تفرجتش فيه، البروميير ميطا الاولى ما تفرجتش فيها، ولكن شفت غير الدخله ديال اللاعبين كيفاش كانوا داخلين، باستثناء حكيمي اللي كان كيضحك مع صاحبه مبابي. اللاعبين الاخرين سيرتو بونو اللي ولفنا الضحكه ما كتفارقوش، سبحان الله كان داخل
وغير بحال كيحاول يضحك، بحال كيحاول يعني حسينا هاد القضيه راه ماشي حسيت بها غير بوحدي، حسوا بها بزاف الناس وشافوها، عرفوا بان شي حاجه ما كايناش. سيرتو ملي شافوا السفريق ديال فرنسا موجود كاين صافي، عرفوا بان شي حاجه ماشي هي هذيك. لكن القضيه اللي صارت انتباهي هو انهم علاش ما داروش هذاك الاحتجاج اللي داروه على على ال على ال على الحكم القطري اللي حكم في المباراة ديالهم مع كرواتيا في الدور الثالث. علاش ما احتجوش على المكسيكي؟ يعني كانوا اخطاء وكانوا كل شيء، حتى ما احتاج حتى شي حاجه، بحال عارفين سامعين عارفين شي حاجه. المهم هما كانوا عارفين راسهم خاسرين، لانهم حتى هذيك الروح القتاليه ما لعبوش بها. مهم كيف ما قلت لك تنشكروهم، لان من خلال هذاك الماتش تعطات قيمه للمغاربه، هضروا على المغاربه، ثم هضروا على المنتخب المغربي بالخصوص، لانهم هضروا على المنتخب المغربي عطاوه قيمه اكثر ما هضروا على الفوز ديال المنتخب الفرنسي. وهذا الشيء كيسعدنا بزاف، لان بالنسبه لينا حنا المنتخب المغربي ديالنا هو اللي اولى انه يدوز في الفينال، اولى سواء انه يدي الكوب او ما يديش، لان حتى الارجنتين واحد الفرقه اللي ما نستهنوش بها لانها ماشي فرقه ضعيفه، وحتى فرنسا ماشي فرقه ضعيفه، ميم انهم هادو كلهم افارقه. وكيف ما قال مبابي، انا غادي نخلي لكم التعليق هنا بعدا، شكر خاص لكاع اللعابه اللي اختاروا انهم يلعبوا في بلادهم. خلاتها جده الله يرحمها كانت تقول لنا قطران بلادي ولا عسل البلدان. فعلا راه كيف راه الوطن ديالك بحال الام، كيف ما تيقول واحد عاوتاني واحد المثل المصري، انا غنعرض لكم امثله، تيقول لك ادعي على ابني وكره اللي يقول امين. يعني الوطن واخا ما عرفت اشنو يدير ليك، واخا ما عرفت شنو، ولكن راه انت منه راه ما يقدرش يسمح فيك، فهمتي؟ يعني اللعبه اللي صاروا يلعبوا مع المغرب راه صراحه شكرا لهم بزاف، لانهم رفعوا الرايه ديال المغرب، ولا كل شيء اللي ما عمره ما عرف حتى الرايه ديال المغرب كي دايره ولا كيعرف الرايه ديال المغرب. وعرفوا بان كيف ما قالها حكيمي كيف ما قلت لكم انا نخلي لكم هنايا، حكيمي من نسال الماتش ديال كرواتيا راه مشى منفعل عند الفانتينو، وبقى كيقول لي واش نتوما ما بغيتوش واحد الفرقه عربيه مسلمه انها تطلع البوديوم. فعلا هما هذا هو الهدف ديالهم ان فرقه عربيه ما تطلع، يكون عندها واحد الصيت عالمي في الكره ديال كره القدم. اصلا كره القدم هي غير ماسونيه، داروه الماسونيين القضاء المصالح ديالهم، كيف نشنا دابا وكل شيء ولا عارف هذه القضيه بان الكره فيها مصالح، كره فيها سياسه، ما كايناش كره القدم. اصلا حنا غير سلتنا ليهم. حنا لو كان عارفين بان المنتخب المغربي غادي يوصل لهذه المرتبه هذه وغادي يجبد عليه هذا الصداع كامل، ما غاديش يخليوه يدوز. كيف ما قلت لكم انا غادي نخليكم هنا كنهضر هنا وهنا، لان فعلا موضوع فيه بزاف ما يتقال. مبابي هضر على العنصريه اللي تعرضوا ليها مني سال الماتش ديال كرواتيا مع فرنسا، مني سال الماتش ديال فرنسا والارجنتين فاش ما ربحوش الكاس. يعني المدرب مشى عند واحد اللاعب وهانو، قال لهم نتوما يا خدلتي ان فرنسا ما تستحقش تلعب فرنسا. يعني الزوينه ديالهم هو قال لك ملي كنربحوا كيف كيخرجوا الشوارع وكيفرحوا بينا ويهللوا بينا، ولكن فاش كنخسروا كيقولوا لنا نتوما ما تستحقوش يعني تكونوا تلعبوا مع دوله عظيمه بحال فرنسا. اصلا الفرقه كلها كانت فرقه افريقيه، فينا هي يعني واحد القله القلائل اللي كانوا فرنسيين. يعني الانسان اللعابه يحاولوا يختاروا يلعبوا مع الدوله ديالهم، سيرتو ربحتي سيرتو حنا المغاربه راه لا ربحتي ما نفوتوكش لا خسرتي ما نفوتوكش، لان سيرتو ملي كيبان لك الانسان بدل المجهود. هما الصراحه اللعابه اللي لعبوا مع فرنسا واخا كانوا كلهم افارقه من ضمنهم مبابي، راه لاعب كبير 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 بزاف، ومع ذلك يعني شاف هذيك العنصريه بعينيه وسمعها بودنيه لدرجه ولا تيفكر انه يعتزل دوليا من اللعب. صراحه وهذا الشيء راه بزاف، هذه العنصريه وهذا التنمر هادو شافوه بزاف، لبسوه بزاف. هنايا كنعرفوا بان الكره راه ماشي كره، راها سياسه. وحنا اصلا في المستقبل يعني الكأس العالم الجاي راه ولا صعب جدا، بل من المستحيلات الا ان شاء ربي ان شاء الله الا كتبها الله، ولكن كتبقى واحد الحاجه اللي مستحيله ان المغاربه يقدروا، او ماشي غير المغاربه، او كدوله عربيه
او مسلمه او افريقيه انها تدخل عاوتاني وتدوز للربع. شي لا دازت للربع ما تقولوها لحد، ولا دازت الثمن ما تقولوها لحد، لان لو كانوا عارفين ان المغاربه غادي يوصلوا لهذه المرتبه هذه، هما غير فاش ربحوا البرتغال راه قالها الفايد الدكتور الفايد قالها، لانهم فاش ربحوا البرتغال ما كانوش متوقعين ان المنتخب غادي يربح البرتغال نهائيا، ما كانوش متوقعينها. فاش ربحوا البرتغال را خلاد قال لك اقاموا الدنيا واقعدوها باش يداروا لي في ايديهم واللي في رجليهم باش ان المنتخب المغربي ما يدوش نهائيا وما يدوش، ما يطلعش حتى في البوديوم. صراحه انا كنت باغاهم يطلعوا في البوديوم غير باش يتهز العلم المغربي، ولكن هما كانوا ضد هذا العلم المغربي، وصراحه كانوا باغيين يهزوا حتى العلم الفرنسي، العلم ديال فلسطين، في الحين ان ضد ان فرنسا كانوا باغيين يهزوا العلم ديال المثليين، يعني العلم ديال قوس وقزح. ولكن الحمد لله، لان هنا كانت اديداس يعني الممثل او الراعي الرسمي ديال اديداس اللي هو ميسي كانت تدخل على هذا الخط هذا، وكان قال لهم الكره غادي تلعب عادي، اللي ربح يدوز، يعني ما كاينش هذا ولا هذا. وفعلا كان صراحه انا كنت كنشجع ميسي، كنشجع يعني ولو انا صراحه ما عندي لا هذا مع هذا، ولكن كنقول بغيت الارجنتين ديها ضد في فرنسا، يعني ضد فرنسا، ماشي يعني لاعبين هما لعبوا هما افارقه من حقهم يفرحوا، ولكن هذيك العنصريه اللي حنا حسيناها بغيناهم هما يحسوا بها، وهذا الشيء حسوا بها حتى هما، حتى اللاعبين حسوا بالعنصريه، يعني حسوا بداكشي لدرجه انهم خرجوا ولو انهم هما راح محتالين الضوء الثاني، ما فرحانين ما حتى شي حاجه، ما حاسين حتى شي حاجه، لان فعلا الشعب ما عجبوش الحال هذا الشيء اللي وصل ليه. صراحه فعلا هاد كأس العالم عطانا درس حنا كشعب مغاربه، بان الانسان اللي بغى يحلم الحلم سهل، لدرجه حنا ملي بدينا كنحلموا بدينا كنشوفوا صافي راه ولا كيبان لينا كأس العالم راه ساهل نجيبو. علاش؟ لان الانسان محدك انت كتجتهد وكتخدم وربي كيعاونك وانت كتقرب توصل، حتى كيبدا كيبان لك. حنا راه ما كناش كنحلموا نهائيا اننا ندوسوا حتى للربع ولا الثمن، يعني راه 36 عام باش المغرب داز غير للربع الثمن، باش نوصلوا لهذا المستوى هذا ونوصلوا حنا للنصف النهائي، راه واحد الحاجه اللي كبيره، لدرجه طمحنا والله لا طمعنا ولينا تنقولوا لا حنا بغينا الكاس، صافي بغينا الكاس، ولكن مشى على بالنا في واحد الوقيته بان راه يستحيل واحد دولة عربية، دولة مسلمة، دولة إفريقية أنها تهز الكأس، لأنهم هما أصلا ضد هذا الشيء كامل، وحنا كو كانوا عارفين أننا وصلوا هذا الشيء كامل كل حاربونا في الأول. كيف ما قلت لكم حتى دابا من هنا للقدام راه صعب من المستحيلات أن دولة عربية تدوز وتتأهل، لان هذا الشيء كامل جبت لهم غير صداع وجبت لهم مشاكل وجبت لهم، لان دابا راه نايضه مشاكل بزاف بسبب كاس العالم، وكاين اللي باغي يعتزل، كاين اللي دايرين هذا رافعين دعوه ضد الفيفا، كاين ولو ان هذا الشيء كله ما منه شيء، ولكن هما في غنى على هذا الشيء كامل باش ان تبقى الدور شكوك والدور الهضره عليهم والدور هذا الشيء كامل. كيف ما قلت لكم يعني غادي يوليو انهم المنتخب المغربي او اي دوله عربيه فغادي تولي تقصى في البدايات، يعني ما غاديش يحصل لها الشرف كاع انها تدوز في كاس العالم، وحتى لا دازت فهي غادي تقصى في الربع والثمن، كيف ما وقع لينا في 2018 مع اسبانيا نيت، يعني وقع لي نفس المشكل، يعني التحكيم ما كانش عادل. يعني من هنا بغيت نقول لكم صراحه ضرنا خاطرنا بزاف، هذيك الاجواء كانت زوينه بزاف، حسينا بان حتى حاجه ما مستحيله كيف ما قالها وليد الركراكي، بان الحلم ملي كتخدم ليه ما كيبقاش مستحيل. عرفنا بان اي حاجه الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين، لدرجه الاستقبال اللي كان داروا الملك ديالنا المنتخب المغربي، راه واحد الاستقبال رائع لدرجه تاكد عليهم انه يحضروا الامهات ديالهم، هذه رساله كبيره اللي كيفتقدها بزاف ديال الدول الغربيه، يعني ميم ان الدول الغربيه كانت مساعدانا كشعب، ما نهضرش انا على الحكومه كشعب، ولكن مفتقدين بزاف، وهاد الهضره قالوها بزاف ديال المحللين. كأس العالم هذا كنظن ما عمره ما غادي يتكرر بحاله، كنظن واصلا ما عمره ما داش بحاله، ما عمره ما غيتكرر بحاله، لانه اصلا تنظم في دوله عربيه، تنظم احسن تنظيم، دازوا فيه احداث كثيره فرحوا فيه صراحه. مني كنا كيفرحوا كيربحوا الماتش المغاربه،
كل شيء كان فرحان، يعني الصغير فرحان، الكبير فرحان، الدري الصغير اللي عنده عامين ولا 3 سنين ما عرفش حتى شنو هي كره، ما عرفش حتى شنو هو المنتخب، ما عرف حتى شي حاجه، كيهز هو الرايه وفرحان. اللي مريض نسى مرضو، اللي مهموم نسى همو، اللي عنده شي مشاكل نسى مشاكله، كل شيء عاش في الفرحه. يعني هذه الاجواء كلها ديال المنتخب صراحه، ديال المونديال كانت اجواء رائعه رائعه رائعه. ما كنظنش انها تكرر، حتى لا تكررت ما غاديش تكرر بهذه الطريقه هذه، لان ما نظنش انهم غادي يوصلوا للنهائي مره اخرى الا لكسبها الله، لانهم غيكونوا محاربين. وهذا الشيء ما تنقولوش غير انا، راه كاينين محللين ذوي اختصاص وهما اللي لمسوا هذا الشيء، لان كيف ما قلت لكم الكره هي واحد منظمه ماسونيه، الفيفا فهي منظمه ماسونيه، ما غاديش تبغي نهائيا انها تدخل عليهم واحد الفرقه او واحد الدوله اللي تكون عربيه مسلمه. صراحة ما سخيناش بهذا المونديال هذا، ما سخيناش بهذه الأجواء، ولو أنهم المنتخب المغربي ما جابوش الكاس، ولكن جابوا واحد الفرحة كبيرة 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 من جميع أنحاء المغرب. رفعوا الراية ولا كل شيء كيهضر وكيهتف بالصوت ديال الشعب المغربي، وعرفوا بأن نحن هما الأولى بأننا نكونوا في الفينال ماشي المنتخب الفرنسي. فهذا الشيء كيشرفنا، داروا لنا إشهار فابور ما كلفنا فيه تريال، شكرا لهم بزاف بزاف بزاف. وصراحة كاين بزاف ما يتقال، ولكن كنظن أنه يعجز اللسان عن الكلام. بارك غير هذاك الاستقبال وهذه الفرحة اللي فرحناها. فنخليكم على خير ونتلقاو في فيديو جاي إن شاء الله.